يعطيكم العافية. اليوم عملت لكم وصفة من وصفاتي، هي أكلة شعبية رح تعجبكم كتير. وبحشوتي الخاصة وبطريقة الصلصة، وهي الكرشوي الفوارغ. بتمنى الجميع يجربها وما رح تندموا. وقبل ما نبدأ بتحضير طريقتي لليوم، بتمنى اللي ما اشترك بقناتي يشترك فيها ويفعل الجرس ليصلكم مني الجديد. ويا هلا بكم في قناتي أكلاتي غير فود شو. وأول شي رح حضروا الرز. طبعا أنا حطيت هون كوبين كبار من الرز. طبعا الرز هون مش منقوع لأنه الكرش بتاخد وقتها لتستوي، فالرز بدي إياه يكون مش دايب ويكون حبته واقفة وفي نفس الوقت مستوية. رح أضيف معهم 3 معالق كبار من صلصة الطماطم. ورح أضيف معلقة كبيرة من الكركم. الكركم كتير نكهته طيبة على الخلطة. وكمان ربع معلقة من صغيرة من الشطة. ورح أضيف معلقة كبيرة من الملح. وضيف شوي من الزيت النباتي. ورح حركهم كتير منيح. وهلا رح استخدم الخضار. طبعا الخضار اللي أنا استخدمته هلا، أول شي قطعت البصل الأخضر بشكل ناعم بهذا الشكل، كمية معقولة. البصل الأخضر نكهته كتير طيبة على الحشوة. وكمان حطيت هون الخضار المشكل من البقدونس والشبت والنعنع. قطعتهم بشكل ناعم بهذا الشكل وضفتهم على الخليط أو الخلطة. ورح حركهم مع بعض كتير منيح. ورح أضيف عليهم معلقة كبيرة من النعنع الناشف. بصراحة النعنع الناشف بيعطي نكهة كتير طيبة للخلطة، سواء كان في الكرش حتى بالمحاشي، جميع المحاشي حطوا نعنع ناشف. بصراحة بنصحكم كتير ممتاز. طبعا الكرش هون قبل ما أنا خيطتهم وبدي أحشيهم هلأ كنت منقعاهم ليلة كاملة بالمي والليمون والخل والملح، وخليتهم ليلة كاملة وغسلتهم ونظفتهم. وهلأ بدي أحشيهم. طبعا أنا لما بدي أحشي هون مش رح أعبي الحشوة بالكامل أخليها تمتلئ. لا، بخلي شوية وسع حتى لأنه الرز رح ينفش لما يستوي، ورح تتعبى وتمتلئ الحشوة. وهلا بعد ما حشيتهم رح سكرهم زي ما انتم شايفين هلا، وخيطتهم وخلصتهم. ورح أبدأ بالخطوة الثانية. رح أحط بالطنجرة هون مي مغلي حوالي أقل من النص، حتى أحط كمية الكرش بالطنجرة. طبعا رح أضيف هون 3 معالق كبار من صلصة الطماطم.
حسب الكمية الكرش اللي انتوا بتحطوها. إذا كانت الكمية يعني انت بتحطي هون المرقة تبعت الكرش اللي انت بتحطيها من الصلصة تكون مناسبة يعني. إذا كانت الكمية كبيرة بنضيف 3 معالق كبار أو أكتر أو أقل حسب الكمية الكرش. وهون طبعا أنا ضفت 1 فلفل حار وكمان حطيت منكه الماجي. هلا بضيف الكرش المحشية. وبضيف عليهم شوي من الملح حسب طبعا المذاق حسب الاحتياج. وهلا بغطيهم على نار هادية حتى يستووا، وبحركهم شوي بشوفهم. شوفوا كيف منظرهم أحلاهم، أعطوا اللون الأحمر حلو كتير. وهيك صارت معنا الكرش مستوية وجاهزة للتقديم. شايفين منظرها ما أحلاها، بتجنن، بتشهي وريحتها يا سلام، ولا أطيب من هيك. بتمنى تجربوا طريقتي في تحضير الكرش والخلطة اللي أنا استخدمتها، ما رح تندموا. طريقة كتير طيبة وشكلها كتير بجنن بطريقة الصلصة. وياريت ما اشتركتوا بقناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس، وما تنسوني من لايكاتكم وتعليقاتكم. وهلأ أنا بستودعكم مع لقاء آخر بوصفة جديدة، ومع السلامة.